بزاف فيكم هاد الايام علاش مطيشه ولات غاليه هاد الدرجه؟ واش حيت كنصدروها لبرا؟ واش الفلاحه ما بقاوش كينتجوا مزيان؟ اليوم غادي نحطوا النقاط على الحروف، غادي نفهموا هادشي اللي واقع في البلاد بعيدا عن الهضره الخاويه، وغنشوفوا الاسباب الحقيقيه والحلول اللي ممكنه. علاش الثمن طالع؟ بكل بساطة المغرب عنده سياسة فلاحية كتركز على التصدير باش تجيب العملة الصعبة للبلاد، ولكن ملي كيكون الطلب كبير على برا الشركات كتميل تبيع ليهم حيث الثمن كيكون مناسبها. هاد الشيء كيخلي كميات السلعة اللي كتبقى في السوق المغربي قليلة، وملي السلعة كتقل والطلب كيبقى هو الثمن طبيعي يطلع. ما نكذبوش على راسنا، المغرب كيعيش سنوات صعبة ديال الجفاف، هاد الشيء اثر بزاف على الفلاحة. الارض محتاجه الماء والماء قليل، يعني تكلفات الانتاج ولات طالعه بزاف. الفلاح اليوم كيخسر فلوس كتر باش يخرج محصول كتر، وهذا الشيء كيتزاد على الثمن اللي كتشوفوا نتوما في السوق. هذه هي النقطة اللي كتهلك المواطن. منين كتخرج مطيشة من الضيعة كتدوز على يد شحال من واحد، وسطاء وتجار جملة، كل واحد فيهم كيزيد الربح ديالو. في الاخر ملي كتوصل عندك في السوق الثمن كيكون ضاعف بزاف. هادو هما الحلقات اللي كياكلوا حق الفلاح وحق المواطن في نفس الوقت. شنو الحل؟ الحل ماشي هو نحبسوا التصدير بمرة، حيث الاقتصاد محتاج العملة الصعبة. الحل هو الدولة تفرض كوطة، يعني حصة محددة تضمن للسوق المغربي الاكتفاء ديالو أولا، وعاد ديك الساعة نصدروا الفائض. خاصنا نشجعوا التعاونيات الفلاحية باش يبيعوا مباشرة للمستهلك أو للأسواق الجملة، بلا ما نحتاجوا لهذيك السلسلة الطويلة ديال الوسطاء اللي كيشعلوا العافية في الثمن. خاصنا نستثمروا كتر في تكنولوجيا السقي اللي كتقتصد الماء باش نزيدوا الإنتاجية ديالنا حتى في ظروف الجفاف. هذه هي السيادة الغذائية الحقيقية. هادشي اللي كاين. الموضوع معقد ولكن خاصنا نكونوا واعيين به. واش نتوما كتظنوا باللي الحل هو منع التصدير، ولا المشكل كاين في هاد الناس اللي كياكلوا حقنا في الطريق، الوسطاء؟ نشوف التعليقات، بغيت نسمع آرائكم.